مساعد فليك حطم الايباد بعد هدف الفوز القاتل على سيلتا فيجو. الراجل يا ابو الكباتن مدرب حراس المرمى دخل في حاله هستيريه وكسر الايباد. ده انت فليك مش هيسيبك. برشلونه بيوصل رساله للعالم كله ان هو فريق في حته ثانيه. مساعد فليك يا ابو الكباتن ما عملش كده من فراغ، ده بسبب الريمونتادا الخارقه اللي عملها برشلونه على سيلتا فيجو. ما شاء الله على برشلونه. زمان برشلونه ده ابو الكباتن كان بيخسر من طوب الارض، واي فريق عايز يعمل ريمونتادا يجي على برشلونه. اكيد انت فاكر ريمونتادا روما وليفربول، بس النهارده برشلونه غير. برشلونه النهارده بيعلم على اي فرقه وعلى اي دفاع. الريمونتادا دي يا ابو الكباتن غير ان هي ممتعه، ولكن دي بتثبت حاجه مهمه جدا وبتبعت رسائل كده للفرق الثانيه من تحت لتحت، وهي شخصيه الفريق القويه اللي ما بتهزرش لما بيكون الفريق خسران. بل بالعكس، ده لما يكون برشلونه خسران يعرف ان ده اعلان وقت تحضير الوحش، لانه هينفجر حالا دلوقتي وهياكل اي دفاع ايا كانت قوته. يا ابو الكباتن انا شفت سيلتا فيجو بعيني، انا بيدافعوا بتسع لاعبين واتعمل عليهم برضه ريمونتادا من برشلونه عادي جدا. انت متخيل معايا تكون خسران 3-1 وفي اخر الماتش تكسب 4-3؟ خدها مني كلمه حق بجد، اي بطوله هياخدها برشلونه الموسم ده هتكون عن استحقاق 100%.